السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضغطي الى هذا الفيديو يعني انك بغيتي البيس تاعك يكون حسن، فانا غادي نوريك كيفاش ان لينكس يقدر يرد لك البيس تاعك اسرع، وشرح الاسباب علاش لينكس احسن من الويندوز. غادي نبداو باول حاجه. لينكس سيستم ديكسبلوطاسيون يعني اوبريتين سيستم، قادو لينوس تورفالدز وساهموا فيه مجموعه من البروغرامرز الموهوبين. يعني هو كان اوبن سورس، يعني اي واحد يقدر يزيد ليه، اي واحد يقدر يساهم فيه. هادشي اللي كنستنتجو منه اول سبب هي ان لينكس فابور. فلينكس فابور دوك الفلوس اللي تخسر على الويندوز ولا تخسرهم على ماك يمكن لك تقتصدهم وتخدم لينكس. وثانيا انه داك البلاصه ما شي بيسي قديم تبيعو مثلا، تشري شي بيسي جديد، فداك البيسي قديم يمكن لك تعاود تحييه بداك اللينكس. ثاني حاجه هي السيكوريتي، يعني ان لينكس تقدر تثق فيه، ما ديرش بحال ويندوز ولا بحال الماك. يعني ما كايناش شي شركه اللي كتسيطر على داك اللينكس، ما كايناش شي شركه اللي كتجمع المعلومات من داك السيستم ديكسبلوطاسيون تاعها وكتبيعهم للشركات الاخرين بحال مايكروسوفت ولا ابل. المهم ما كايناش شي شركه اللي متحكمه في داك اللينكس. ثالث حاجه هو انه يمكن يخدم في الحواسيب كما كانوا. فمثلا الويندوز 10 كيطلب منك لابد انك يكون عندك على الاقل 1 جيجا ديال الرام، ولكن لينكس لا، قدر على حساب الديسترو يعني بحال التوزيع ديال لينكس. يعني لينكس هو الاصل ديالو، ولكن كل واحد كيبدل فيه بالطريقه تاعو. كاين اوبونتو، كاين لينكس مينت، كاين ارك لينكس، مانجارو، كاين لوبونتو. يعني كل واحد كيبدل فيه وكيدير السميه تاعو. يعني واحد المجموعه تاع الناس كيزيدوا ليه السوفتوير وكيطوروه وكيسميوه شي سميه. يعني انه يمكن يخدم لك في 512 ميغا تاع لا غام وقل من داكشي. ثالث حاجه اللي هي سهل. الا ما كنتيش كتعرف لينكس مزيان غتكون سمعتي باللي راه ان لينكس صعيب ولا كتخدم به بزاف لي كوموند، ولكن هو راه ساهل بزاف. الا بغيت انستالي السوفتوير كاين واحد الانترفاس غرافيك باش تانستالي منها لي زابليكاسيون اللي كتحتاج، وما كتحتاجش التيرمينال بزاف، غير فشي حوايج اللي هما ضروريين ولا باش تسهل شي حوايج. ثالث حاجه انك ما كتحتاجش الدرايفرز، وهذه حاجه مهمه بزاف، حيت ملي كتانستالي الويندوز تاعك كخصك تقلب على الدرايفرز ديال الكارت جرافيك، درايفرز ديال الكارت ريزو، درايفرز ديال اي حاجه. ولكن هاد لينكس هذا ما كتحتاجش ليهم، كتحتاج غير الدرايفرز ديال شي كارت جرافيك جداد. يعني شي حوايج جداد يلا خرجوا شي كارت جرافيك جديده يمكن لك تحتاج فيها الدرايفرز، ولكن كتلقاهم بسهوله. الحاجه اخرى هي ان لينكس زوين. لينكس المنظر تاعو زوين، يمكن لك تبدلو كيما بيتي. يعني كاين ديسكتوب انفايرمنت اللي هي بحال واحد البيئه ديال داك البيرو تاعك انت، فيمكن لك تختار اللي بيتي. كاين يونيتي، كاين اكس اف سي اي، كاين ال اكس كيو تي، كاين سينامون، او كاين جينوم ديسكتوب. يعني يمكن لك تختار على حسب المنظر اللي يعجبك. اما بغيتي لابارونس تكون زوينه، بغيتي الديكور يكون زوين، ولا بغيتي البيرفورمانس والبيسي ما يكونش ثقيل، كتختار انت على حسب اش بغيتي. الحاجه السابعه هي الريبوزيتوري. اش كتعني الريبوزيتوري؟ هي مثلا شي شركه فاش كتقاد شي فيرسيون ديال لينكس كتجمع السوفتوير، مثلا كتجمع مثلا موزيلا فايرفوكس، كروميوم، مثلا كاع السوفتوير وكديرو في واحد الريبوزيتوري بحال واحد لا باز دو دوني ديال داك السوفتوير. يعني انت ملي كتبغي تانستالي كتمشي نيشان لداك الريبوزيتوري كتانستالي منه. يعني ما كتحتاجش انك تقلب في جوجل وتقدر تلقى شي حاجه، شي فيشي تانستالي يقدر يكون فيه شي فيروس بحال ويندوز. يعني كتمشي لبلاصه نيشان كتعرف بلاصه موثوق بها فين دير شارجيو. الحاجه الثامنه هي ان الابجريد والميزاجور سهله في لينكس. علاش؟ حيت لينكس الميزاجور كدار في اون غير بلون، ماشي بحال الويندوز فاش كدير الميزاجور فكيتوقف، ما يمكنش لك تستعمل البيسي تاعك، وثانيا كياخذ بزاف تاع الوقت. اما لينكس كيفكرك باللي راه كاين واحد الميزاجور كتاكسبتي باش ديرها، من بعد كتقدر تخدم باللينكس في نفس الوقت والميزاجور كدير. التاسعه هي الجيمنج. فالجيمنج في لينكس زوين اولا حيت السيستم ديكسبلوطاسيون ما كيشدش لك بزاف ديال البروسيسور، بزاف ديال لاغام بحال ويندوز. وثانيا كاين تضاف هاد السنوات الاخيره بزاف ديال لي جو فيديو في لينكس اللي زادتهم ستيم. كاين واحد ديسترو ديال لينكس سميتها ستيم او اس، يعني سيستم ديكسبلوطاسيون ديال ستيم، في هو احسن لينكس لي جو فيديو، احسن ديسترو ديال لينكس. وكاين اكثر من 100 لعبه في لينكس. واحسن حاجه في هادشي كاملو هي انك يمكن لك تخدم شي بروغرام ديال الويندوز في لينكس الا استعملتي واحد السوفتوير سميتو واين WINE، ولا بالنسبه له اب بلاي فور لينكس. يعني هو كيانستالي لك كاع السوفتوير اللي كتحتاجو باش تخدم ديك اللعبه. حاجه العشرة هي الكوميونيتي سبورت.
يعني كاين الناس اللي كيسيبورتيو داك لينكس. يعني فاش ما كطرى لك شي مشكل كتدخل لجوجل كتلقى بزاف تاع لي فوروم، الفوروم ديال اوبونتو، فوروم ديال ارك لينكس، يعني كتلقى بزاف ديال لي فوروم كتقدر تلقى فيه ديما الجواب ديال داك السؤال علاش كتقلب. يعني داك المشكل اللي تحطي فيه كيطيحوا فيه الناس قبل منك انت وكيلقاو ليه حل. داكشي علاش ديك الكوميونيتي ما دايرش بحال تاع الويندوز. فالويندوز ما كاينش بزاف تاع الناس يعني. وهاد المشاكل اللي كتلقاهم في لينكس يمكن لك تقدم دغيا من الكوموند لاين. مثلا كيعطيك شي كوموند كتدخلها كيقول لك دخل هاد لا كوموند ودير هادي ودير هادي، دخل لا كوموند اخرى تبعهم وكتحل لك المشكل. ماشي بحال الويندوز خاصك تمشي تدخل هنا تيشارجي هادي وانستالي هاد الدرايفر هذا. يعني كيكون لينكس ساهل اكثر. كنتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم، ولا بيتو ندير لكم توتوريال ديال كيفاش تانستاليو لينكس قولوا لي في الكومونتير، وفيديو كيفاش تختاروا الديسترو ديال لينكس المناسبه فتقولها في الكومونتير، وان شاء الله نوصلوا 5 لايكس في هذا الفيديو هذا. وشكرا لكم.